رجل بعد إسلامه بشهرين يقود معركة ضد الروم عددهم 240,000 وعدد المسلمين 3,000. تكسرت على يديه في معركة واحدة 9 سيوف. كان هو الصحابي الوحيد مع الزبير بن العوام، الصحابيين هذولا اللي كانوا في بعض المعارك يقاتلون بيدينهم الثنتين. النبي صلى الله عليه وسلم أراد أنه يوسع جغرافية الإسلام بأنه ينتقل إلى توسعة المسلمين إلين الشام، فكتب كتاب إلى ملك بصرة. ملك بصرة كان نصراني وكان تحت حكم الرومان البيزنطيين الروم، فكتب له كتاب أنه أدعوك فيه إلى الإسلام، وأعطى هذا الكتاب إلى الصحابي الجليل الحارث بن عمير. قال له هذا الكتاب روح وده إلى ملك بصرة وشوف وش يقول لك وش رده. الولاة اللي حوله، المناطق اللي حوله كان حاط عليهم ولاة. من ضمن الولاة هذولا كان واحد اسمه شرحبيل بن عمرو. الحارث بن عمير طالع من المدينة متجه إلى بصرة، قبل ما يوصل في منطقة اسمها البلقاء، وصلها يسأل عن الملك هذا الحارث بن أبي شمر الغساني، يسأل عنه لأن معه رسالة من الرسول. فقال له شرحبيل وش عندك وين تبغى؟ قال أبغى ملك بصرة. قال وش عندك؟ قال أنا رسول. قال رسول من من؟ قال رسول من محمد. قال محمد هذا اللي جالسين نسمع عنه عندكم في جزيرة العرب؟ قال أشوف رسالتك. أخذ الرسالة قراها. من ضمن الكلام أنه النبي صلى الله عليه وسلم يدعوه إلى الإسلام، وأن هذا الدين هو الدين الحق، وأنه دين النبي صلى الله عليه وسلم ينسخ ما قبله من الأديان ويبطلها بالكامل. كلام من النبي صلى الله عليه وسلم بكل أدب واحترام، ودعوه إلى الإسلام بطريقة مهذبة. شافها شرحبيل هذا الوالي الصغير اللي عينه الحارث بن أبي شمر الغساني، وبفعل أحمق مسك الحارث بن عمير وذبحه، وأرسل إلى ملك بصرة أنه جاني رسول من محمد بكتاب يدعوني فيه إلى الإسلام أو يدعوك فيه إلى الإسلام، وأن نكون حنا تحت رايته وحكمه، وتراني قتلته وتراهم ما بيخلونا في حالنا. جهز لك جيش، لأن ترى إذا وصلتهم الأخبار أني قتلت رسولهم ترى ما بيخلونا في حالنا. قديما قتل الرسل كان يعتبر أشد غدر من أنك تقتل أحد من خلاف ظهره. فجع النبي صلى الله عليه وسلم برد ملك بصرة بهذا الرد أو بهذه الطريقة، فوجب على المسلمين أنهم يردون ويتهاونون في الرد بتاتا. ليش؟ لأنه لو تهاونوا في الرد، عرب النصارى جالسين يناظرون يبغون يشوفون ايش بيسوون المسلمين، واللي جهت المسلمين من قريش يناظرون ايش بيسوي محمد واصحابه، والروم يناظرون، والفرس يناظرون وينتظرون يبغون يسمعون اخبار ايش بيسوون المسلمين.